عملية دبل تشين دي برضو ليها كذا كاتيجوري او كذا طريقة على حسب الحجم بتاع اللغد او الدهون اللي موجودة عندي هنا. ممكن لو الحجم قليل او بسيط بنحقن ميزولايبوليسيس او حقن معينة بتكسر الدهون وبتدوبها. بنعمل جلسات عن طريق جهاز بيشد الجلد زي جهاز الهايفو او الراديو فريكونسي، بتبقى جلسات كذا جلسة. طيب لو حجم الدهون زادت عندي بنحتاج ان احنا نشفط الدهون بتقنية بتكسر الدهون وفي نفس الوقت بتعمل لي تايتننج للسكين او شد للجلد، نفس التقنية بتاعت شفط الدهون عن طريق الفيزر او الجي بلازما. طيب لو الحجم كبير، في ناس بتيجي عندها اللغد كبير جدا، فانا لو شفطت الدهون اللي فيه كلها وارد ان يحصل ترهل في الجلد. في الحالة دي بحتاج ان انا اشفط الدهون واعمل شد للرقبة، بيبقى في عندي جلد زيادة فبحتاج ان انا استأصله. شد للرقبة نفس الجرح بتاع شد الوجه، بيبقى قدام الودن وطالع ورا الودن شوية، بس العملية دي بتخلي بدل ما يبقى عندي جلد مترهل لا يبقى الجلد فت واحصل على الجو لاين، رسمة الجو لاين تبقى واضحة وبارزة.